فسألتها يا دار أين مصيرهم هلا لك بعد الحبيب دليل الدمار تحزن لو تفارق أهلها ليس الدار فقط إنما الأصدقاء مفجوعين برحيلك يا عباس فإن الشهيد يستحق البكاء الشهيد قدم دمائه من أجلنا قدم روحه من أجلنا فلذلك يستحق الرثايا عن لسان الحال ما ريد عمت عيني الأخ من راح عمت عيني عمت عين الأخ من رايح ما راد ولعد فقد بدليل صار يا ابويا اخويا ما ريد يا عباس خلاف عينك عمر يا عباس خلاف عينك عمر ما ريد خويا ريت وياك تاخذني المنية يا ابن امي خويا خوان صحيح الدهر يا هالناس صحيح الدهر يا هالناس خوان اتفارقنا وكنا سنين تفارقنا وكنا سنين خوان عباس ما تسوى الحياة بغير يا ما تسوى الحياة بغير خوان وانا خي ترك نوفي علي يا ابن امي يا خويا انا وياك خويا انا وياك يا عباس شقد قعدنا انا وياك خويا انا وياك يا عباس شقد قعدنا انا وياك خويا ما اقدر انساك والعزيز على قلبي ولا اقدر انساك خويا بلياك يا عباس البيت الوحشة بلياك إذا كان على لسان الوالد يقول على يمور دليل بنار يتقلب
دليل بنار يتقلب على يمور على يمور، يحز بفراق ولاد يا ابويا. ابويا على يمور يا شيال الولد والله، يا شيال الولد اعزازهن وضيعون يا ابويا. يا شيال الولد بالله على يمور، اود عنه وبعد ما يرد لي يا ابويا. هذا اذا كان على لسان الوالد، اذا كان على لسان الاخ، كيف بقلب الوالدة يما يا يما. انا اقول الوالدة اللي تفقد ولد شلون تنام عينها يا يما، شلون تعيد من يجي يوم العيد وتشوف اصدقاء وليته يمرون على الدار، تقول له يما من يمرون ربعك علي من يمرون. شو تجاوبينهم بالله؟ يا يما من يمرون يما ربعك علي من يمرون. يا يما تجري العيون شجاوبهم يا يما وتجري العيون. الله يعينك والله يا الفاقده ولد، جمرته ما تنطفي، له جمره في القلب. تقول له يا يما ويلي والنون انا ردك دون ويلي والنون. يا يما ويلي والنون، وتشيل جنازة امك فوق المتون. قل له يما ربيته بدي وكبريته، ويا ذاك الدلال الدليته. يا يما الولد يا يما، يا ذاك الدلال الدليته. انا محصولي راح وما حويته شلون بيه يا يما. ويطولون الغياب للمقبرة، يطولون الغياب. يا ابويا ثار الاب مثل الهوى الهاب يا ابويا. ابويا لو قال محلى الاب لا قال خويا لقى خويا محلى الاخلاق قال خويا ما يردون الشعله ويا هلا ما يردون. هيهات بعد المسافر يرجع، الغايب يرجع، المسجون يرجع، بس مسافر ذيك الحفره. الله اكبر. ما يردون الشعله ويا هلا ما يردون. ابويا ما يقعدون ابويا ببيوتهم ما ظن يقعدون. ابويا ما يعيدون ابويا ويانا يا ابويا ما يعيدون. طبعا انتم اهل الشهيد عباس، اخوانه، امه، زوجته، اطفاله، اخوانه،
انتم طبعا مو هسه الان فاقدينه وتبكون عليه، هذا حق عليكم، شو تسوون بعد؟ لكن هو عباس له حق عليكم وهو الان في قبره، هنيئا له. شنو بالله حقه عليكم؟ هسه انتم لابسين اسود تصرخون تبكون عليه، لكن هو له حق عليكم. شنو بالله هذا حقه؟ اسمع حقه شنو؟ قلكم بويا من تقعدون ذكروني اخوتي من تقعدون. زينب سلام الله عليها. طبعا الشهيد يستحق البكاء، والله البكاء على الشهيد رحمة مغفرة، لأنه قدم نفسه هنيئا قدم دماءه. لكن خلينا نتأسم زينب سلام الله عليها. زينب أم المصائب عندما مرت على دار الحسين وإذا دار الحسين ظلمة، قالت جزينا جزينا على دار الخلوة جزينا. ويا ما عيدين ما عيدين ويا عزاز القلب ما عيدين، ويا ما سلمينا ما سلمينا على عزاز القلب ما سلمينا. ابو علي خويا 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 للدار للدار للدار، تمنيت يموت يعود للدار. هيهات بعد يا صغار وكبار ويقعد البنات صغار وكبار، ويصير ما صار وينشد العيله صار ما صار. أبيات الدعاء أبيات الدعاء تأسم رملة. نعم أم القاسم رملة السجاد يقول كل البيوت هدأت إلا بيت عم الحسن. تعرفون ليش؟ لأنه فاقد شباب، والله يعين اللي فاقد شباب. البيت اللي فاقد شاب هذا ما يسكت أبدا. السجاد يقول كلما مريت على دار عم الحسن وإذا هاي أم الولد مطلع الملابس وتصرخ تبكي سيدتي ارحمي حالك، تقول 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 يقولون للناس فيني، يقولون للناس فيني وانا رايح يا ناس مني وليدي، تقولوا يا الاولاد ويا الاولاد ونشوف الولد معه يا الاولاد. يا يمي في التلفات في التلفات يا فقد الصغير في التلفات يا يمي. قل لي يا يمي يا يمي ابني يا حياتي وزهرة البيت، يا يمي البيت البيت جو كل الولد بس انت ما جيت يا يمي. ليلى ام علي الاكبر الله اكبر، ليلى ام علي الاكبر فقدت ابن، نعم عنده اطفال عنده زوجه على لسان الحال. تقول لي يما شلون بي شلون بي اطفالك يا يما شلون